السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اهلا بيكم في قناتكم الرحاب ام عمر. النهارده احنا في مطروح، في اجمل شواطئ مطروح، شواطئ مطروح البكر اللي محدش بيجيها خالص، ولا فيها شماسي ولا كراسي. انتوا تجيبوا العربية وتجيبوا اكلكم وشربكم وتجيبوا الشمسية والكراسي بتاعتكم زي زمان لما كنا بنروح البحور. وكنا زمان عمرنا ما كانش في حاجة اسمها ايجار شاطئ ولا ايجار شمسية. نيجي وندخل الشاطئ اللاجونة. هنوريكم الرحله من بره ودخلنا ازاي وقعدنا ازاي، ومعانا ابو حنين قناه مطروح جنة وروح. بدعيله من قلبي على اليوم دوت بجد. والمكان ما كانش هو، ما كنتش هعرف اجي. واللي عايز يجي شاطئ اللاجونة او عايز اي حته يعرفها في مطروح، طبعا بوصي وبدعم جدا قناه مطروح جنة وروح مع ابو حنين. هنشوف الفيديو بتاعنا النهارده حلو 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 فوق ما تتخيلوا. مكان جديد، شاطئ جديد. هنصور من فوق الجبل ومن تحت الجبل واحنا داخلين، والطيور وشبك السمان وكل حاجه. اتفرجوا على الفيديو هيعجبكم بجد. وبعتذر جدا لان في حته الصوت الهواء عادي، المايك مش متحمل صوت الهواء، ان احنا في مكان مفتوح والبحر. بصوا ولادي على الجبل فوق خالص، يمكن باينين قد كده. يلا بينا، مش عايزه اطول عليكم في المقدمه، لكن انا مستمتعه وانا بصور والكادر ورايا كده البحر. استمتعوا معانا ودوسوا لايك للفيديو واتفرجوا على الفيديوهات. ومطروح في الشتاء احلى بالصيف بكتير. يلا حبايبي. طبعا الأبيض اتكلمنا عنه ابو حنين. عن مين؟ عن الأبيض. اكبر مساحه شواطئ في مطروح المنطقه الغربيه. المنطقة الغربية، منطقة الأبيض، من أول الغرام، من أول كليوباترا إلى عجيبة. وده اللي الناس تعرفه، اللي أغلب اللي 90% من المصريين يعرفوه. أما اللي ما يعرفوش اللي بعد عجيبة بقى، اللي هي إيه، شاطئ أبو لهو، المركب الغرقانة، وشاطئ المساني والحاجات ده صورته انت؟ كل ده مصور طبعا، ده كله عندي على القناة طبعا. بعد عجيبه في شواطئ تحفه ابو حنين مصورها. في حاجات بكر طبعا بنصطاد فيها باستمرار. احنا دلوقتي طبعا ده طريق الأبيض القديم غير كورنيش الأبيض الجديد. هنروح ونشوف هنوصل شاطئ ايه، وهنصور لكم طبعا. نشوف شواطئ مطروح اللي بنشوفها في الصيف في الشتاء عامله ايه. يلا بينا، احنا دلوقتي في الطريق الأبيض. لغايه هنا بقى العربيه تقف، مفيش عربيه، هنمشي على رجلينا. خليكم معانا في المغامره الحلوه دي. هنركن بقى العربيه وناخد العده بتاعتنا وندخل نشوف اللاجونة. تحفة، مكان روعة. انا مش شايلاهم العدة، بصوا عشان ما ينفعش العربية. ماشيين الطريق ده كله، هنخش ونطلع على جبل كده وننزل على البحر. تشوفوا المنظر روعة من فوق. الله، ده صوت ايه؟ ده طيور. ده شبك السمان. هنا بيحطوا شبك السمان عشان الصيد، السمان مهاجر. بصوا الشبك. ده خرطوش بيصطادوا بيه؟ ده خرطوش هو بتاع الصيد. والشبك هو والشبك للصيد. هم بيصطادوا هنا في مطروح العصافير. صاروا شبكت في الشبكة. سامعين صوت طيور؟ لأول مرة بنصور الصحراء بتاعتنا في مطروح والبحر والطيور وشبكة السمان. زي ما شايفين جولة جميلة، جولة جديدة عندنا في القناة. ماشيين كل ده على رجلنا. قال لنا هنمشي حوالي نص كيلو. بصوا روعة. ده الجبل وراه البحر هناك اهو ظهر. لسه مكملين بطول الطريق زي ما انتم شايفين قدامنا الجبال، الرملة البيضاء اهي. ناس كتير بتيجي الشاطئ ده، خلي بالكم، يعني هو مش اكتشاف.
بس انا حبيت اوريه لكم الناس اللي غاويه الشواطئ الخاصه قوي حتى في الصيف. مكان له رهبه بصراحه بس تحفه. بصوا صوت السليبر طالع في الفيديو شوز بتاعي معلش. اه مش ممكن مهما صورت بأحدث آلات التصوير مش هتتخيلوا جمال المنظر. بعتذر لو صوت فيه رعشة أو هزة من الهواء، طبعا في مكان مفتوح جدا وبحر مفتوح مش هتتخيلوا. مشهور بالشجرتين اللي على الجبل اللي فوق دول. بصوا الرملة، استمتعوا بقى بالبحر. شايفين مصر جميلة ازاي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده، ما شاء الله ما شاء الله. اول مرة جاي هنا يا جماعة، مش هقول لكم اني جيت قبل كده. انا جيت في فيديوهات ابو حنين طبعا اتفرجت عليها، ربنا يبارك له ويديله الصحة. اعمل بس القهوة. انا عازمهم ان شاء الله، بس شوف المية مش ممكن. بصوا الجمال. الله يا جماعة، لما تيجوا في الصيف لازم تيجوا اللاجونة لازم. ولو مش بتبقوا عارفين كلموا ابو حنين يوصف لكم او يكون عنده تصوير هنا يجي معاكم. بصوا الجمال، يا رب تكون حلاوة المية ظاهرة في الفيديو. اعمل لكم زوم كده لجوه. شاطئ بين جبلين. طبعا انا اولادي كانوا هيتجنوا كل ما يشوفوا فيديوهات اللاجون ده، ناس كتير مصوره فيه بس ما حدش ابدع فيه بصراحه زي ابو حنين، صيف وشتاء. فكانوا مصممين يجوا، قلت لهم تعالوا انا كمان نفسي اروح اوريني الناس على القناه. روعه وصيف شتاء بالمنظر ده سبحان الله. هتنزل عمر؟ زياده احنا طبعا ما ولعناش فحم النهارده طبعا ايه عشان البوتاجاز اسرع يعني. لا والقهوه ملك القهوه اساسي، القهوه دي اساسي طبعا. القهوة دي مفيش أحلى منها. بس انا بشرب السكر. يلا غلط. طبعا هيطلع. جميله. مهم الوش يا باشا، هعمل لك احلى وش. هات الكوبايه يا ولاد، هات الكوبايه. جاهز انت بالعده في اي وقت ما شاء الله عليك. انا القهوه والشوكولاته والبحر اهم. الشوكولاته، طب الشوكولاته والدايت بص عمل ازاي. الا الشوكولاته. الا الشوكولاته صحيح. انا بطلت كل حاجه في الدايت الا الشوكولاته والحلويات. ده أنا نسيت شوكولاتة بابلي قد كده في البيت. انا هاجي معاك، انا جاي معاك. جاي معانا عشان اشوف. انا جاي معاك. والله نسيتها في البيت. بصي انا ممكن بالشوكولاتات تشتريني. عرفنا يا جماعه، اللي عايز ابو حنين يجيبوا اللاجونه يجيب له باكو شوكولاته ويقول له يلا بينا. اللي عدتي العربيه في عده الموتوسيكل وفي عده البيت. امال ايه؟ في سبرتايه، خدي بالك اهي بالدماغ. بس ما ينفعش السبرتايه عشان يلا يا جماعه كانكم قاعدين معانا وتفضلوا اشربوا معانا قهوه مستمتعين طبعا، واخدنا صور تحفه في المكان. اتفضلوا بس يا ريت. يا ريت والله يا ريت كلكم موجودين معانا على راسنا. يشرفنا هناك. الهواء اتجاه النار اتجاه تاني خالص. عشان كده القهوه بتغيب. بنعتذر طبعا لو الصوت المايك الهواء. اتفرجوا بس على المناظر التحفه دي. بص القهوه ازاي. هتطلع دلوقتي. انا عايز اقول لك ان هي تهتز القهوه ويهتز قلبي. ايوه انت مشبعنا شعر عن المنتدى. كل ده في القهوه، الناس مفكراك تتغزل في حد بشر يعني. اللي يقعد هنا ويشوف دي ما يتغزلش. بيتغزل في القهوه وبيتغزل في مطروح وفي البحر. انا بقعد 90% من وقتي هنا لوحدي. جميل، احلى حاجه. بص القهوه ازاي. بص الحركه دي. شوف القهوه وحش. بيتغزل في صنع القهوه. مصمم ان انا اصور القهوه. بصوا اديني يوم ما فيه. طبعا عشان تشربوا سكر اعمل لكم قهوه لوحدكم وانا عامل نفسي قهوه لوحدي. ماشي يلا، شوقتنا.
تعالى بعين ونقول تشوفوا ايه الوش شكله ايه. عشان بتتهز الوش مش هيبان على فكره. حلوه حلوه جميله اهي. يعني عشان بيتهز باين الوش اهو. مش هيبان. امسكي حد يمسك مني يا اولاد. كانت بتاعها سخنه قوي على ايدي اهي بص الوش. كانت عايزه الشوكولاته دي يا ريم معاها. هنشرب بقى القهوه ونكمل الفيديو بتاعنا. انا تنطبق عليا اغنيه العظيمه ليلى مراد، يا ساكن مطروح جنيه في بحركم، الناس تيجي وتروح وانا عاشقه احييكم. فعلا انا عاشقه مطروح صيف شتاء وفي اي مكان. هنطلع عند الشجرتين نصور من على الصخره هناك عشان يبقوا عشتوا معانا الجونه كلها سنتي سنتي. ميه تحفه، في سمك، الله سمك سمك، تعالوا بصوا اهو. انا نزلت مش باين، طلع يجري. هوب اطلع تاني. بصوا انا بعدت عنهم قد ايه. ابو حميد بيصور هو كمان. كده مكان صخر كده صغنن، الناس تقعد بقى تصطاد لنا، تحفه. نطلع ها انا حافيه بقى، ربنا يستر. نسيت الشوز بتاعي هناك. بصوا الله، البحر يا جماعه له سحر، له سر غريب، الناس كلها بتعشقه وبترتاح وهي قاعده قدامه. البحر له طاقه زي طاقه الشمس، تدي البني ادم كده راحه نفسيه، كلام علمي على فكره. بصوا الجمال، مطرح هناك خالص اهي، مطرح ما جينا. دول الشجرتين اللي الناس مشهور بيه الشاطئ ده اهو، والجبل والولاد هناك. تعالوا نرجع بقى نشوف هينزلوا البحر ولا لا، بس دي الميه دي لازم تتنزل. انا نزلت نصي بس عشان بصور، معلش بقى لو الفيديو طول معاكم، اديكوا ايه تتفسحوا معانا. بس كان لازم اطلع اخد الكادر اللي فوق ده رهيب. بصوا انا واقفه والبحر تحت خالص، انا في اعلى نقطه دلوقتي. بصوا قد ايه المسافه، الولاد باينين صغيرين. شايفين المكان وروعته وجميله. لازم يا جماعه في الصيف او لو حبيتوا في الشتاء تيجوا تقضوا يوم هنا زي سفاري. حاجه روعه روعه روعه، المكان تحفه. انا عماله انهك طبعا من الارتفاع، بس انا عشان عندي مشكله، لكن اي حد يطلع عادي. بصوا الحلاوه، الله. يلا بينا مطروح البكر. هتتزحلقي برضو سوري. دوسوا لايك، فيديو حلو جدا، متعب لكن التعب الحلو المتعة. يلا بينا. اضرب غطس وانت متسقعش. مش انتوا اللي عايزين تجوا في الشتاء؟ جربوا بقى، يلا يلا حبيبي، يلا انت فرحان بنفسك كده. انا جايه لك يا عوض. برافو. على ايه؟ انزل انزل انت كمان، جو روعه. حاجه تانية. هو انت ما تنزلش الا بالكاميرا، انزل خد دش، خد غطس.
مليانه صعب. طب تعالى هات البطارية عشان انزل. مي. عمر في الصيف لما تبقى الدنيا زحمه وادور عليه مش لاقيه في البحر، ادور على رجليه، اول ما الاقي واحد رافع رجليه فوق اعرف ان هو تحت الميه. طب بدور على شعرك. وزي ما شفتوا الفيديو بتاعنا، هو هيفضلوا بقى كده شويه داخلين شويه طالعين في الميه. الجو جميل والجو التحفه والروعه، فيديو حلو جدا غيروا بيه معانا جو وخدتوا معلومه لو حابين تيجوا في الصيف. وزي ما قلنا معاكم ابو حنين والقناه بتاعته مطروح جنه وروح. ما تنسوش بقى لايك للقناتين واشتراك في القناتين لو اول مره تشوفونا، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل حصري فعلا وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.